سلام الله عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناتكم الخط الأحمر. إذا بعد ما تكلمنا في موضوع سابق على الأدوار ديال المديرية العامة للاستعلامات العامة لا دي ار جي، اليوم غادي نتكلموا على أحد أقوى الأجهزة الاستخباراتية في المغرب، إن لم نقل أنه الجهاز الأول في الاستخبارات العسكرية المغربية، واللي هي المديرية العامة للدراسات والمستندات، لا ديريكسيون جينيرال دي زيتود اي دو لا دوكمونطاسيون، بمعنى المعروف اختصارا بلادجيد. هذا الجهاز ديال المخابرات المغربية والذي يشتغل بالخصوص بخارج أرض الوطن ويعمل على مكافحة التجسس، وكذلك يهتم بقضايا الوحدة الترابية. هذا الجهاز هذا اللي صدر في حقه واحد التقرير من مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يصفه بأنه الأقوى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ويضيف التقرير على أن المديرية العامة للدراسات والمستندات تتميز ببرنامج قوي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أنها ترتكز على مبدأ التعاون مع الأجهزة المخابراتية الدولية، أمريكا، الصين، روسيا، بلجيكا، وبشكل أكثر مع دول الخليج العربي. وهذا طبعا ومن خلال التدخلات ديال هذا الجهاز اللي كنفتخروا به طبعا جميعا، فالكونغرس الأمريكي أصدر أيضا شهادة في حق هذا الجهاز، يقول على أن لادجيد هو أقوى جهاز على مستوى أفريقيا، وعلى أن هذا الجهاز يستحق الدعم. إذن من خلال هذه الشهادات كان ضروريا أن نتعرف على هذا الجهاز عن قرب، ونعرف أسباب ومسببات وحيثيات إنشاء هذا الجهاز الحساس. تأسيس هذا الجهاز يعود إلى سنة 1973، أي مباشرة بعد الانقلابين العسكريين الفاشلين اللذين تعرض لهما المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. الانقلاب الأول وهو انقلاب الصخيرات اللي كان سنة 1971، والذي قاده العقيد محمد عبابو بتخطيط من الجنرال المذبوح بهدف السيطرة على الحكم بالبلاد. هذه العملية الانقلابية كانت سنة 10 يوليوز 1971، واللي كانت بمناسبة ذكرى 42 لميلاد المغفور له الحسن الثاني قدس الله روحه. بعده ستأتي عملية انقلابية أخرى وسميت بعملية انقلاب أفقير، وسميت أيضا أو اصطلح عليها أيضا بعملية البراق F5، واللي تعرضت فيها طائرة البوينغ الملكية لهجمات من طرف السلاح الجوي المغربي، واللي عمل على مهاجمة هذه الطائرة أثناء عودتها من برشلونة. ولكن عناية الله أبت إلا أن تحمي المغفور له الحسن الثاني، فخيبت ظن الطامعين في الحكم. إذا بعد هذين الحدثين كما قلت، فالمغفور له الحسن الثاني سيأمر الجنرال أحمد الدليمي بإنشاء جهاز استخباراتي يهتم بمراقبة العسكريين المغاربة، وأيضا يهتم بالمخططات الإجرامية التي تسعى إلى زعزعة الأمن بالبلاد. فسمي الجهاز بالإدارة العامة للدراسات والمستندات. لكن أحمد الدليمي ما طولش بزاف، لأنه تعرض لواحد حادثة سير فلقي حتفه آنذاك، فتم تعيين الجنرال عبد الحق القديري، والذي استمر على رأس الجهاز لمدة 18 سنة قبل تعيين الجنرال أحمد الحرشي بدلا عنه سنة 2001. في سنة 2005 سيتم تعيين السيد ياسين المنصوري،
وكان عمره آنذاك 43 سنة. وكان ياسين المنصوري آنذاك هو أول مدني يتولى زمام جهاز استخباراتي عسكري. ياسين المنصوري طبعا أحدث ثورة في هذا الجهاز وجعله يضاهي الأجهزة الاستخباراتية الدولية، بوأه مكانة متقدمة ضمن هذه الأجهزة الاستخباراتية الدولية، حتى قيل على أنه الجهاز الأول على مستوى أفريقيا والخليج العربي، والأكثر من ذلك على أنه تمكن في الكثير من الأحيان من إنقاذ شعوب ودول أوروبية وأمريكية من خلال المعطيات التي يتحصل عليها والتي تهم خصوصا قضايا الإرهاب. إذا سنة 2005 كما قلت سيعرف جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات طفرة نوعية وقفزة لم تعرفه من قبل، أي منذ تأسيس الجهاز سنة 1973، واللي عرف واحد الركود كبير سنة 1991 فاش وقعت الهدنة ما بين المغرب وما بين الجزائر، وحينها المغفور له الحسن الثاني طلب من الجنرال القديري باش يجمد الأنشطة ديال هذا الجهاز كعربون حسن النية مع الجارة الجزائر. لكن هذه الهدنة ما طالش بزاف، لأن مباشرة ما غادي تعرض المغرب لواحد العمليات إرهابية. حينها سيضع جهاز لاجيد في صلب اهتماماته قضية محاربة الإرهاب إلى جانب قضية الوحدة الترابية. وهنا غادي نلاحظوا على أن الجهاز غادي نخرط في واحد البرنامج دولي لمحاربة الإرهاب، هذا طبعا بتعاون مع كافة الأجهزة المخابراتية الدولية. إذن طبعا بعض الأحداث الدامية اللي عرفها المغرب من خلال العمليات الإرهابية التي همت منشآت حساسة ومنشآت سياحية بالمملكة المغربية، ستتجند عناصر المديرية العامة للدراسات والمستندات طبعا إلى جانب مراقبة التراب، جهاز مراقبة التراب الوطني لمحاصرة ظاهرة الإرهاب داخليا وخارجيا. فمن تنتكلموا على الإرهابيين فما كنتكلموش هاد الإرهابيين ماشي جاو نبتوا، هاد الإرهابيين عندهم امتدادات دولية، وكاين جهات أخرى التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار ووحدة المملكة المغربية، وهي التي تعمل على تمويل هؤلاء الإرهابيين الخارجين عن القانون. خلاصة القول على أن جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات وجهاز مراقبة التراب الوطني تمكن من اجتثاث هؤلاء الإرهابيين وتمكنوا من القضاء عليهم. بعدما تحدثنا على جهاز ديال المديرية العامة للدراسات والمستندات المعروف اختصارا بلاجيد، غادي نتكلموا على المدير العام ديالو اللي هو ياسين المنصوري، والذي بدأ مشواره المهني بديوان الوزير الراحل وزير الداخلية الراحل إدريس البصري. كذلك أرسل السيد ياسين المنصوري إلى أمريكا، الذي تلقى تدريبا خاصا بمصالح الأمن الفيدرالي الأمريكي المعروف بالFBI. السيد ياسين المنصوري تولى مجموعة من المهام كان أهمها حين عين مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء لاماب سنة 1999. وفي سنة 2003 أصبح واليا مديرا عاما للشؤون الداخلية لا DI، وهو طبعا جهاز استخباراتي له مجموعة من الأقسام على مستوى الولايات بالمملكة المغربية وتسمى بقسم الشؤون الداخلية. أيضا سنة 2005 سيتولى رئاسة المديرية العامة
للدراسات والمستندات. إذا خواتاتي الأعزاء، قربناكم من أكبر جهاز استخباراتي بالمغرب، ماشي غير في المغرب بل في أفريقيا والشرق الأوسط، ألا وهو جهاز المديرية العامة للدراسات والمستندات. إلا عجبكم المحتوى ما تبخلوش علينا باللايك التعليق، واللي مازال ما نخرجش يخاف معنا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، لأن مازال غادي نتكلموا لكم على أجهزة استخباراتية المغربية الأخرى باش تعرفوا البلاد ديالكم وتعرفوا الأجهزة اللي هي كتحميكم وكتحمي الوطن ديالكم. تحياتي.